بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. احبائي واعزائي متابعي ومشاهدي فيديوهات قناه كورتنا نيوز، اهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه. فيديو جديد هنشوف مع بعض بالصوت وهنسمع بالصوت والصوره غضب جماهير نادي الزمالك وهتافاتها سواء في المقصوره الرئيسيه او في المدرجات، والهتافات اللي صدرت منها ضد نادي الزمالك او ضد المنظومه اللي مسؤوله عن اداره نادي الزمالك نتيجه غضب هذه الجماهير. الكلام ده طبعا كان في المباراه اللي اقيمت مساء اليوم باستاد القاهره بين نادي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في افتتاحيه مباريات دوري المجموعات في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. كالعاده نحضر فنجان الشاي بتاعنا ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله ونبدا الفيديو مع بعض. في البدايه نستاذن حضراتكم اللي ما اشتركش في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واختيار امر الكل، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش بعمل لايك للفيديو. تعالوا بقى مع بعض نبدا كده الهتافات اللي حصلت. نسمع الهتاف الاولاني اللي هو بيقول فيه الشعب يريد اعدام مرتضى منصور. سمعتوا؟ طيب تعالوا نسمع الهتاف الثاني اللي بيقول 1 2 السمسار فين؟ سمعتوا؟ طيب تعالوا نسمع الهتاف الثالث اللي بيقول مرتضى يا عبيط يا محامي واعذرونا ما ينفعش ننطق اللفظ دوت. طيب سمعتوا؟ احنا سمعناه كله ده كان في المدرجات. تعالوا بقى نشوف اللي كان في المقصوره، لكن هي كانت واضحه وفي الصوره، بس عشان حقوق الملكيه مش هنقدر نعرض الفيديو بالصوره فسامحونا، لكن هنحاول يعني تسمع الصوت فقط، ولو كان الصوت برضو مش هيبقى واضح قوي عشان هتافات الجماهير في المدرجات كان مغطي على اللي بيحصل شويه في المقصوره. شفتوا حضراتكم؟ بكده نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، وإلى أن ألقاكم في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.